خلاص ما بقاش ليكي حجة، تعالي بسرعة بقى بعد ما الخضار كده رخص في السوق والرابطة بقت مالية مركزها وبقت بجنيه. تعالي الحقي اشتريه بكمية ونضفيه وخزنيه في قلب الفريزر عشان هيغلى تاني ومش هيبقى موجود خالص في رمضان. فانا بنصحك نصيحة لوجه الله، احنا ما بنستغناش عن المحشي في رمضان وما بنستغناش عن السلطة في رمضان ولا عن الكفتة والحاجات دي كلها بتحب الخضار، الشبت والبقدونس والكزبرة. انا بقى بالنسبة لي جبت كمية كويسة وما كلفتنيش حاجة، كل الخضار دوت ب25 جنيه، جبت من كل حاجة 10 ربط زي ما انتم شايفين كده، ومن الشبت بس 5 ربط. تمام، والرابطة بجنيه. يلا بينا ندخل في الوصفة بتاعتنا ونسمي الله وتصلي على الرسول ولايك وشير ومتابعة للصفحة، وندخل نشوف احنا عملنا في الفيديو بتاعنا ده ايه. حاجة سهلة وبسيطة جدا. انا نضفته وشلت الشوشة اللي فوق دي اللي هي العروق اللي احنا مش محتاجينها بالسكينة، ونضفت شلت منه اي ورقة صفرة، اي ورقة مش نظيفة، اي حاجة كده تكون مش خضار خالص، بروح جايه شايلاها رمياها، وبدات ان انا ايه احطه في طبق كبير كده زي ما انتم شايفين، وحطيت عليه ميه. عايزه اقول لكم نزل ميه يا جماعه، يعني بصوا لازم تغسلوا الخضار كتير جدا. انا بالنسبه لي غسلته يجي 10 مرات. هوريكم الميه دلوقتي شكلها عامل ازاي وطالع منها ايه. يعني احنا ما نستهنش بالخضار نقول لا ده شكله نضيف وحلو كده، لا مش هنغسله. شوفوا طالع منه ايه، والله العظيم ده طالع منه. تمام. فانا بقى غيرت عليه الميه كذا مره، بس جبت معاكم اول مره واخر مره، يعني جبت اول مره وريتكم الميه عامله ازاي، واخر مره قلت لكم الميه بقت نظيفه اهي ورايقه وما فيهاش اي حاجه معكره. تمام. بس في النص بقى غسلته يجي 9 مرات 10 مرات. تمام، لان حاجه الاكل دي لازم يعني ايه نتك عليها شويه في الغسيل وفي التعقيم. انا بالنسبه لي ما حطيتلوش لا خل ولا حطيت له اي حاجه خالص عشان ايه ما يتهريش معايا. وهوريكم دلوقتي احنا هنخزنه ازاي وطريقة تصفيته وكل حاجة. يعني بصوا انا غسلته وصفيته كده من المية بتاعته وحطيته في المصفى شوية لحد ما يصفي كل السوائل اللي فيه او كل المية اللي تنزل منه. تمام. وفي المرحلة دي بعد ما سبته شوية يجي ساعة كده يصفي كل المية اللي فيه، بدأت ان انا اجيب صينية كبيرة كده وحطيت عليها فوطة مطبخ نضيفة جدا، فرشت عليها كده الخضار مفرد عن بعضه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وبدأت ان انا اجيب بقى مناديل مطبخ انشف من على الوش كده، وفتحت له شباك المطبخ وسبته يجي ساعة كده الهواء يدي معاه، علشان ايه لو في اي مية ينشف. انا مش عايزة فيه اي نقطة مية خالص عشان ايه يعيش معايا اطول فترة ممكنة. الخضار ده يقدر يعيش معاكي في الفريزر من السنة للسنة. تقدري كمان تطلعيه تحطيه تحت المشويات، هتلاقيه طازة اكنك لسه مطلعاه من الارض حالا. انت فاهماني؟ بس كده. فبدأت بقى خلاص بعد ما نشف بدأت ان انا اشيله تاني اهوت علشان ابدأ ان انا اخرطه بقى. هتتعبي يعني ايه مش تعب اللي هو التعب الاول، اكنك بتعملي ملوخية. يعني انت لو بتقطفي ملوخية وبتغسليها وبتعمليها في نفس اليوم هيبقى نفس التعب. انت كده مش بتقطفي اي حاجة، انت بتنضفي بس وبتغسلي وسبتيه لما ينشف. بس كده هتبدأ بقى ان انت تخرطيه زي ما تحبي بقى. عايزاه خرط صغننه قوي، في ناس بتحب الخضار بتاعها ما بيبقاش باين كده في الاكل. انا لا، العكس، انا بحب الخضار بتاعي يبقى باين في الاكل وله طعم. مهم جدا برضو ان انت كل حبه تاخديهم كده عشان تقطعيهم تروحوا جايه نطرهم كده في الجو، عشان ايه يخرج الميه اللي فيه لو فيه لسه باقي ميه. هبدا ان انا اقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بالنسبه لي زي ما قلت لكم بحب اقطعه ايه يكون واضح شويه. تمام. هقطعه بقى واخلص كل الكمية معايا. انا طبعا قطعته ولقيت الصينية معايا اتملت، بدأت ان انا ايه احطه في اكياس. وهتشوفوا دلوقتي الطريقة اللي انا بسحب بيها الهواء علشان ما يبقاش فيه هواء خالص. لو سبت فيه في الكيس نفسه هواء الخضار هيبوظ معاكي في الفريزر. تمام. حطيت هنا في قلب كيس التلاجة شوية من الخضار. طبعا انا حطيت كله على بعضه بقى خضار مشكل كده، شبت على بقدونس على كزبره. تمام. وبدات ان انا احط فيها شاليمو كده واشفط الهواء منها. دي طريقه حلوه قوي ان انت تقدري تشفطي الهواء وتخليه ما فيهوش اي نقطه هواء علشان يفضل معاكي اكنه خارج من الارض في ساعتها. تمام. فالطريقه دي سهله وبسيطه ومش هتاخد منك اي وقت ولا مجهود. هتخلصي كل الكميه بالشكل ده. وانا بالنسبه لي بقى قطعت الباقي
شفطت منه الهواء وربطته بالشكل ده، وهوريكم بقى الكميه اللي عملها معايا. يعني الكيس ده كيس محترم، بس عشان انا شافطه منه الهواء هو يبين لك ان هو ايه الكميه بتاعته مش كتيره، لا هو كتير في الكيس، يكفيكي كذا مره. يعني لما تيجي تستخدمي منه على سلطه، تستخدمي منه على كفته، تستخدمي منه في اي اكله، لا هو كتير. تمام. شوفوا دي الكميه، عملت يجي حوالي 16 كيس. الكمية دي عملت لي حوالي 16 كيس. بكام؟ ب25 جنيه. كنا بنجيب الربطتين تلت، يعني تلت عودين كده جنب بعض، ماشي، ب8 جنيه وب10 جنيه. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، ما تبخلوش عليا باللايك والشير والمتابعة.